فيلمنا بيبدأ بصامويل، شاب مستهتر جدا وشغال على مركب وهو عايش في فرنسا، وبيصحى من النوم وبيكون في واحدة جاية ومعاها طفل واسمها كريستين، وبتقول له البنوتة ديت بنتك وانا مسافرة ومش هينفع اخليها معايا. قال لها بنتك يعني؟ قالت له لا بنتنا، وهو ما كانش مصدقها وبيقول لها انا ما قابلتكيش غير مرة واحدة بس. بتقول له بعد المرة ديت انا حملت في البنت ديت، وهو ما صدقهاش. قالت له طب ممكن استلف منك 20 جنيه بس ادفع اجرة التاكسي؟ قال لها لو 20 جنيه اكيد طبعا، ونزل جاب لها ل 20 جنيه وجه، وقالت له خلي الطفله معاك عقبال ما اروح احاسب التاكسي واجي. وفعلا راحت تحاسب التاكسي وركبت التاكسي ومشيت، وسابته هو والطفله وما كانش عارف يتصرف ازاي. وكان قاعد مع 2 صحابه في المركب اللي شغالين فيه وسالهم لو معاهم لبن، وفعلا اتصرفوا وجابوا له لبن صناعي. وبيبص في الشنطه اللي كانت مع الطفله وطلع معاها جواز سفر انجليزي وطلع اسمها جلوريا، وكان في تليفون في شنطه الطفله. وبيدخلوا على الفيس بتاع كريستين وبيعرفوا المكان اللي هي شغاله فيه، وكريستين كلمته وقالت له انا لازم اسافر بسرعه ومش هقدر اخلي الطفله معايا، وعرف ان هي في المطار، وهو اتصرف بسرعه وخد الطفله عشان يلحقها في المطار. بس هي كانت اتحركت وشافها قدامه، وهو كان عارف مضيف الطيران وقابلها وطلب منها يسافر على اول رحله للندن، وبياخد اول طياره وبيسافر على لندن. واول ما بيوصل المطار بيسال على المكان اللي كريستين شغاله فيه، وبيركب المترو ووقف على جنبه كان بيغير للبنت الحفاظات، بس هو بيتكلم انجليزي بصعوبه. وكان في واحد معدي جنبه بيتكلم فرنسي، ولما صدق لقى واحد بيتكلم فرنسي قدامه وساله على المكان اللي كريستين شغاله فيه، وبيساله انت عايز تروح المكان ده ليه؟ قال له عشان معايا طفله وعاوز اوصلها لوالدتها. قال له اكيد طبعا، بس هي فين الطفله؟ وطلع نسيها تحت، وجري بسرعه عشان يلحق يجيب البنت، وكان عمال يتشقلب على السلم وهو نازل، وفعلا قدر يوصل لها. والشخص اللي كان معاه فضل يحييه جدا وقال له ان اسمي بيرني وعندي ليك فرصه شغل انك تشتغل دوبلير في السينما. وسامويل طبعا رفض وقال له انا جاي اوصل البنت لوالدتها، بس بيرني اداله الكارت بتاعه وقال له لو غيرت رايك كلمني. وفعلا بيوصل للمكان اللي شغاله فيه كريستين، ولما بيدخل بيسال عنها بيقولوا ان هي كانت شغاله هنا وسابت الشغل بقالها فتره ومحدش يعرف عنها حاجه. وبيبص في الشنطه بتاعته على فلوسه بتكون وقعت، وبيروح بسرعه على محطه المترو يدور عليها، بس الحرامي ساب له المحفظه وخد الفلوس وما كانش عارف يعمل ايه. وراح عند بيت بيرني وفضل يرن الجرس بس هو ما كانش موجود، ونام لغايه بالليل لحد لما بيرني جه، وفعلا اشتغل كومبارس وكمل حياته في لندن. وجلوريا ابتدت تكبر قدامه وكان مبسوط جدا انها عايشه معاه، وكانت بترسم على الحيطان وشافها وهي بترسمهم هما الاتنين مع بعض، وكان مبسوط جدا بالرسمه ديت وحس ان هي اقرب شخص ليه، وبيفضل يهتم بيها وبيلعب معاها لحد لما جلوريا بتكبر، وبيكونوا عايشين في بيت حاطط لها فيه كل الالعاب اللي هي بتحبها. وكان بياخد بنته معاه مواقع التصوير وبيفضلوا يلعبوا مع بعض وبيتسابقوا وهم مروحين، وبيتفرجوا على اعلان المسلسل بتاعه وهو طالع الدوبلير بتاع الشخصيه الرئيسيه، وبيكون قاعد مع بنته وبيبعت لها رساله من موبايله وبيعمل نفسه اكنه والدتها، وبتكون كاتبالها فيها انها فخوره بيها جدا وان هي شغاله في المخابرات، وبتقول لها ان هي دلوقتي في رحله في الصين، واول ما تخلص الرحله ديت هتحاول تيجي انجلترا عشان تشوفها. وسامويل بيعمل كده عشان ما يعقدش بنته، وبنته بتكون مبسوطه جدا بالرسائل اللي والدتها بتبعتها لها. بس فعلا سامويل بالليل بيبعت رسائل لكريستين عشان ترد عليه وعاوز يتواصل معاها عشان تيجي تقابل بنتها. فعلا هو عاوز يكون اب مثالي وبيعمل كل حاجه عشان خاطر بنته، وبسبب شغله ما بيوديش جلوريا المدرسه كتير، والمديره بتستدعيه بس بيضحك عليها باخر حلقه ما اتذاعتش للمسلسل بتاعه، وهي بتقتنع بس بتساله والدتها فين. قال لها اخر مره شفتها كان من 8 سنين. قالت لها حاسب التاكسي ولسه ما رجعتش. وبعدها سامويل بيكون معاه جلوريا وبيروحوا المستشفى، وبتكون جلوريا جايه معاه عشان هو بيتوجع جدا من الحقن اللي بياخدها، والدكتور بيقول له نتيجه التحليلات جايه بالسلب والعلاج ما بيجيبش نتيجه، مش تقدر تعيش كتير، واحنا جربنا كل حاجه بس مفيش امل. وقال له قدام قد ايه؟ وقال له مفيش وقت كتير عشان تعيشه. وبيزعل جدا وبيكون محبط، وبيفتح الباب بس اول ما بيشوف بنته بيضحك وبيرجع تاني الفرحه في عينيه وكأن مفيش اي حاجه حصلت. وبياخد بنته وبيروح يلعبوا في الملاهي، بس بتقوله ان هي نفسها تشوف والدتها، وبيكون زعلان جدا على زعلها. وبالليل بيحاول يسليها بس هي بتكون زعلانه جدا، وبيبعت رسائل تاني لكريستين، بس فجاه بتفتح الفيس بتاعها وبتشوف الرسائل القديمه كلها. وسامويل بيكون فرحان جدا لان اخيرا جلوريا هتشوف والدتها، وكريستين بتقول له هقابلكم بكره، وبيبعت لبنته رساله على اساس اللي هو والدتها وهتيجي تشوفها النهارده. وفعلا بيتجهزوا وبيروحوا يقابلوها، وجلوريا اول ما بتشوف كريستين بتفرح جدا انها قابلت والدتها، وسامويل بيقابلها وبيفضلوا يتكلموا مع بعض، وبيسالها على الباقي وهي ما بتكونش فاهمه قصده ايه، وبيقول لها باقي ل 20 جنيه، وهي بتضحك وبتعمل نفسها مش فاهمه. وبعدها جلوريا بتقول لها انت الفتره دي كنت بتعملي ايه؟
بس صامويل بيتدخل وبيقول لها ما انت طبعا جاسوسه واكيد شغاله مع المخابرات وبتشتغلي في كل دوله شويه. وكريستين بتفهم ان هو كان قايل لها ان هي شغاله مع المخابرات. وبعديها جلوريا بتعزمهم مع الاكل وبيروحوا البيت وبيفضلوا يلعبوا مع بعض، وصامويل بيكون مبسوط جدا لبنته. وبعديها كريستينا بتجيله وبتعتذر له عن كل حاجه، وبيقول لها تعتذري لي عن ايه؟ بيقول لها انت سبتي بنتك لمده 8 سنين وما كنتش عارفه اقول لها امك فين، وعمرك ما رديتي على رساله من الرسائل بتاعتي. قالت له انا كنت مدمنه وما كنتش هقدر اربيها. قال لها لمده 8 سنين. قالت له انا حسيت ان هي استغنت عني وما كنتش قادر اقرب لكم تاني. وصامويل سكت شويه وقال لها ممكن تباتي مع جلوريا في اوضتها. وتاني يوم كريستين بتعمل لهم الفطار، بس هما عندهم روتين معين بيعملوا كل حاجه مع بعض. وبعدها جلوريا بتطلب منها ان هي تيجي معاها المدرسه ونفسها تدخلها الفصل زي اي ام ما بتعمل مع بنتها. وبالليل صامويل خدهم ووداهم الملاهي وفضلوا يتكلموا مع بعض. وصامويل قال لها احنا ممكن نرجع تاني مع بعض عشان خاطر جلوريا، بس هي بتعتذر له وبتقول له ان هي مرتبطه بواحد واسمه ليو، وبتقول له ممكن نقابله بكره. قال لها طبعا اسمه ليون عشان يرتبط بيكي. وفعلا راحوا قابلوه تاني يوم وتعرفوا على بعض. وصامويل جاله شغله مهم وخد لاين وكريستين معاه، وكان المفروض ينط من فوق مبنى خطر جدا. وجلوريا قالت للمخرج ان صامويل هينط من الدور ال11 وسالها ليه؟ قالت له عشان يلفت نظر والدتي. وصامويل ما كانش متفق معاه على حاجه وكان خايف جدا، بس المخرج اتعصب. وصامويل لما لقاه بيتخانق مع بنته قال له خلاص هنط. وجلوريا فضلت تضحك عليه وفعلا نط من الدور ال11. وراحوا اطمنوا عليه بس كان عنده كسور خفيفه في جسمه. وصامويل كان بيتكلم مع كريستين، لقيت له ان هي عايزه تقضي اكتر وقت مع بنتها وعاوزه تقول لها الحقيقه وتعرفها ان هي ما كانتش شغاله مع المخابرات وانها سابتها وهي صغيره. بس جلوريا بتكون جايه لوالدها وبتسمعها وهي بتتكلم وبتعرف ان والدها خدعها وما قالهاش الحقيقه. وبتروح مع والدتها الفندق وما بترضاش ترجع مع صامويل. والدتها في الفتره دي بتقرب منها وبتحاول تعمل كل اللي تقدر عليه عشان تقرب من بنتها. بس صامويل بيروح لها الفندق وبيقول لها انت كنت فين من 8 سنين؟ انا اللي ربيتها وهي بنتي انا، انت سبتيها لي واختفيتي وما حتى ما سالتيش عنها ولا مره، وانا اللي دايما كنت بكلمك عشان تردي علينا تعرفي ايه عن حياتها. وقالت له ان انا هاخدها بحكم محكمه. وبعدها بيدخل وبيجيب جلوريا وبياخدها معاه البيت. وبعدها والدتها بترفع على صامويل قضيه وصايه وبتكون عاوزه تكون هي الوصيه على بنتها. وصامويل بيبتدي يكلم القاضي وبيقول له ان والدتها جابتها لي وسابتها من 8 سنين وانا بحارب الدنيا عشان اقدر اساعدها، حتى لو ما بتكلمش انجليزي انا هتعلم انجليزي عشان خاطرها، والشغل بتاعي ممكن اسيبه عشان خاطرها، وهوديها كل يوم المدرسه بنفسي. وممكن ما اكونش افضل اب في الدنيا بس هعمل كل اللي هقدر عليه عشان خاطر بنتي، اهم حاجه تكون سعيده. وبعدها القاضي بيحكم ان الوصايه هتروح لصامويل لانه هو اكتر واحد عارفها، بس بشرط ان هو يسيب الشغل الخطر بتاعه ويتعلم انجليزي. وفعلا بيروح لجلوريا المدرسه وبيكون فرحان جدا، بس بيكونوا عاملين له تحليل DNA والقاضي بيستدعيه وبتطلع جلوريا اصلا مش بنته. وكريستينا ضحكت عليه وجابت له البنت وهي اصلا مش بنته، وهو اتصدم جدا. وبكده الوصايه هتروح لكريستين وبيقول لها انت كنت عارفه من الاول انها مش بنتي؟ قالت له صدقني انا اتفاجئت ان هي مش بنتك. وقال لها انت ما تستاهليش غير ليون فعلا عشان انت مراته. وصامويل بيروح يكلم جلوريا وبيقول لها انا فعلا والدك، بس انا والدك اللي ربيتك، ودي كلها مجرد كلمات، انا والدك الحقيقي مهما حصل. وكريستين بتجيب قوه من الشرطه وبتيجي عشان تاخدها، وصامويل بيزعل جدا وبيبكي وهي بتمشي مع والدتها. وبعدها بتقول لها ان هي نسيت حاجه فوق مهمه، وبتطلع له وبتقول له مش هقدر اسيبك، وقلت لهم ان انا هطلع اجيب حاجه وهم زمانهم طالعين ورايا. وهم فعلا بيطلعوا بس ما بيلاقوهمش، وصامويل بياخد جلوريا وبيهربوا وبيكونوا مبسوطين جدا وبيحسوا ان هم سعداء، وبينطوا من فوق مبنى عالي وبينزلوا حمام السباحه. وبعدها كريستين بتقول لبيرني ان التصرف بتاعه دوت تصرف غير مسؤول وانا هبلغ الشرطه عنه. قال لها الشخص اللي بتتكلمي عليه دوت بقاله 4 سنين خايف ان اليوم دوت يكون اخر يوم يشوف بنته فيه، وكل يوم بيكون خايف بس ما بيكونش عاوز يبين لها. وبعدها صامويل بياخد جلوريا وبيسافروا على فرنسا وبيفضلوا يلعبوا مع بعض ويكونوا مبسوطين جدا. وبعدها بيرني وكريستين بيسافروا فرنسا وبيجولوا، وصامويل بيقول ان الدكاتره ما كسبوش، فعلا حد هيموت بس مش انا اللي هموت، جلوريا هي اللي هتموت، ممكن تموت في اي وقت. عشان كده كنت باخدها المستشفى وبعرفها ان انا اللي كنت تعبان عشان ترضى تيجي معايا، عشان ما اعيشهاش في قلق وحاسسها اللي هي ممكن تموت. وكنت دايما بخليلها يومها اسعد يوم في حياتها عشان تفضل حاسه بالحياه وتفضل حابه الحياه وتفضل متمسكه بيها. مفيش اب مثالي او ام مثاليه، بس كل واحد فينا بيعمل اللي يقدر عليه عشان خاطر اولاده. ودايما كنت عاوزها تكون سعيده عشان لما تسيبني اكون عملت لها اقصى حاجه اقدر اعملها لها، وانا عارف ان هي حواليا حتى بعد موتها هتفضل برضه حواليا. وبيخلص فيلمنا على كده. لو عجبك الفيلم انزل اشترك في القناه ولايك عشان يدعمنا نستمر. سلام.